فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. مع درسنا الأخير صف الثاني الإعدادي في الوحدة الأولى، أطول وحدة في منهج إعدادي كله. بفضل الله تعالى قدرنا نلمها في أقل من 40 دقيقة كله على بعض فيديوهاتنا. أعلى فيديو فيهم 5 أو 6 دقايق، فبسرعة كده عشان ما نطولش في الانترو بتاعتنا يلا بينا نشوف حل المعادلات والمتباينات في متغير واحد. حل المعادلات، معنى حل يعني هو في الآخر عايز منك مجموعة الحل. المعادلات جملة رياضية بين طرفيها علامة يساوي، متباينات جملة بين طرفيها علامة التباين. تمام يا مستر. في متغير واحد يعني انت مش هتشوف غير السين، عشان الوحدة التانية هنشوف متغيرين سين وصاد. حتى لا أطيل عليكم يلا بينا نشوف أول مثال معانا. بقول لي اوجد في حاء مجموعة حل المعادلات الآتية، واداني معادلة واحدة. أول حاجة بتتخلص منها هي الحد المطلق. هروح الناحية التانية بإشارة مخالفة، 4 ناقص 1 3. التلاتة سين ب3 يبقى السين بس ب1، ودي كده مجموعة الحل بتساوي 1. برافو عليكم. لو عايزك تمثل على خط الأعداد فأنت بس عند الواحد، هو عنصر واحد بس وخلص. أما في اللي بعده اوجد مجموعة حل المتباين. أولا هديك متباينة كده سهلة وبسيطة علشان ما تحسش إن الموضوع طويل عليك. بيقول لك التلاتة سين أكبر من أو تساوي التلاتة، فهتلاقي نفسك إنك بتقسم على التلاتة، يبقى السين أكبر من أو يساوي الواحد. إيه اللي أكبر من أو يساوي الواحد؟ برافو، الواحد 2 3 إلى ما لا نهاية. تمام يا شباب. هيجيب لك كمان سؤال ويقول لك إن الخمسة سين ناقص 2، 5 سين ناقص 2 أصغر من 12. يلا، فهتلاقي نفسك إن السالب 2 تيجي الناحية التانية بالموجب، يبقى ال5 سين أصغر من 14، يعني السين أصغر من 14 على 5. ويا ترى إيه اللي أصغر من 14 على 5؟ بدل ما فيها أصغر من يبقى فيها سالب ما لا نهاية ودايما مفتوح، وتكتب دي زي ما هي هنا 14 على 5، وعشان ما فيهاش علامة يساوي فاحنا عارفينها يا مستر هتفضل مفتوح. لو عايزها منك مثلها على خط الأعداد فحضرتك كنت هتكتب 14 على 5 وتخليها مفتوحة وتروح ناحية السالب ما لا نهاية. دي بالنسبة لأكبر منها وأصغر من، ومديها لي طرف واحد. طب لما تبقى في الأطراف كده إيه العمل؟ يلا بينا نشوف. انت هنا معاك سالب 1، هتوديها لكل الأطراف بالموجب، فهتبقى هنا مستر دي هتبقى شكلها سالب 2 أصغر من أو يساوي 2 س أصغر من 6. هتروح لكل الأطراف بالموجب، ترجع تاني تقسم كل الأطراف على 2، فتبقى سالب 1 أصغر من أو يساوي س أصغر من 3، وتكتبها على شكل فترة سالب 1 و3. دي معاها يساوي تبقى مغلقة، ودي مش معاها تبقى مفتوحة. لو طالب مني أمثلها كمان على خط الأعداد فكل اللي مطلوب من حضرتك إني آدي السالب 1 مغلقة وادي 3 مفتوحة وتوصلهم ببعض وخلصت المثال. آخر فكرة معانا في الدرس بتاع النهاردة، مديني المرة دي كل الأطراف يا مستر فيها سينات وفيها صادات وفيها حاجات كتيرة. بعمل إيه؟ ما تخافش من المسألة وابدأ واحدة واحدة. أولا اتخلص من التلاتة، إنك تروح بالسالب لكل الأطراف هنا وهنا. تمام يا مستر. فهتروح هنا هتمشي تبقى معاك 2 س أصغر من أو يساوي 5 س أصغر من 6. خلي بالك هنا في 2 س يبقى أصغر من 2 س زائد 6. تمام يا مستر. ايه الخطوة اللي بعدها؟ طيب انت معاك 2 س عايز تجيبها في كل الأطراف تدخلها تاني عند 5 س، فأكنك بتطرح 2 س من كل الأطراف، فهنا هيتبقى مكانها 0 أصغر من أو يساوي 3 س أصغر من 6. تمام. انت معاك سالب 2 س هتوديها الناحية دي، ونفس اللي بيحصل لكل الأطراف. وكنا بنتعلمها لما تلاقي السينات في كل الأطراف كنا بنقول احذف بره
اطرح جوه، احذفهم من بره خالص اكنهم مش موجودين واطرحها من جوه وخلصنا. اخيرا بقسم على 3 فتبقى الصفر اصغر من او يساوي السين اصغر من 2. واقدر يا مستر اكتبها على شكل فترة من الصفر لل2 مفتوحة، وبعدين اقدر امثلها على خط الاعداد. الصفر بتكون عندي مغلقة، اما 2 بتكون مفتوحة. وبكده يكون انتهى معانا بفضل الله تعالى منهج الوحدة الأولى في الجبر للصف الثاني الإعدادي بأهم النقاط اللي فيه. حل المعادلات والمتباينات لازم هتيجي لك في الامتحان، الأهم فيهم هي المتباينة. المتباينة مجموعة حلولها عدد لا نهائي علشان بتعبر عنها بصورة فترة. خلي بالك لما تكون السين بس فتبقى غير محدودة، يعني انت لإما هتلاقيها مستر أكبر من فيظهر لك ما لا نهاية، أو أصغر من فيظهر لك السالب ما لا نهاية. أما لما تلاقيها 3 أطراف فدي دائما بتكون محصورة محدودة، لها بداية وليها نهاية. خلي بالك يساوي بيقفل الفترة، أما ما فيش يساوي الفترة بتفضل مفتوحة. دايما بقول لك اوجد مجموعة الحل ومثلها على خط الأعداد، فركز في التمثيل. أشوفكم إن شاء الله على خير في الوحدة الثانية وباقي المنهج بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.